بسم الله الرحمن الرحيم. وتحليل الترجي التونسي، نقاط الضعف والقوة قبل المباراة المصيرية مع الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. تكتيك الهجوم بتاع الترجي واللي هتذهل شوية من كم اللقطات والفرص والأهداف اللي اتسجلت عن طريق نفس التكتيك، زائد الخدعة اللي بيعملها الترجي في العرضيات عكس المتوقع وعكس الطبيعي. قبل اي حاجه اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وكمان فعل علامه الجرس. كالعاده نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ودائما ودوما لا ننسى ان احنا ندعي لاخواتنا. والناس كلها تبدا دلوقتي كده قبل ما نخش في الحلقه تنزل بسرعه تعمل لايك ثم اطلع لي. نبدا اول حاجه، فريق الترجي مع كاردوزو هو فريق بيعتمد على فكرة الناحية الدفاعية والالتزام بشكل كبير. الناحية الهجومية مش فرقة متنوعة المهارات ومتنوعة التكتيك، فبتلعب بشكل صريح ومباشر على نقط محددة، وده اللي بيخلي فرقة الترجي عندها وسط ملعب مفيش حد فيه بدرجه صانع العاب. يعني عندهم روجر اهولو اللي هو لاعب وسط الرجاء اللي كان فترات اسمه كان اترشح للزمالك، حسام ثقه وغلان الشعلالي، دول الثلاثه في وسط الملعب بنسبه حاجه و90%. احيانا بس زكريا العايب بيلعب مكان الشعلالي، بس النسبه الاكبر ده الثلاثي بيلعب. ما حدش فيهم بدرجه صانع العاب انه يستلم ويشتغل ويخترق. وعشان كده فريق الترجي لما بيقابل فرق تتكتل دفاعيا هو عنده مشكله، هو سيستم اللعب بتاعه متظبط انه يقابل فرقه سايبه مساحات ضغط عليه هو يشتغل، وعشان كده تفوق على صن داونز رايح جاي، عكس مباريات تانية زي مثلا اسك دافع قدامه عذبه في مباراتين حتى اللي كانت في تونس، ما عندوش الحلول الكبيره. وعشان كده الاهلي وكولر مهم جدا ان هو يلعب بشكل دفاعي، طبعا يلعب كره ويشتغل بس دفاع كويس، ده اللي هيكون عكس الترجي ما هو عاوزه. طب النقطه الرئيسيه في تكتيك عمك الترجي كاردوزو رودريجيز المهاجم البرازيلي مهاجم الترجي التونسي. المهاجم ده 190 سم، قوي ما شاء الله، جسمانيا حلو كده يعني يعجبك. يعني هو بيعتمد عليه، هو دايما يسقط تحت، هو المحطه اللي بينزل تلعب عليه الكرة من الطرف تحطها هنا تلعبها من اي حته، هو التارجت بتاعي بلعب عليه يسند من تحت هنا ثم يبدا يطلع الاجنحه او يطلع اي حد من تحت. وده القصه الرئيسيه بتاعت فرقة الترجي، وهتشوف كم اللقطات اللي هي موجودة. وطبعا هنا مهمة خط الدفاع كله انه بيتحرك، هتلاقيه ممكن بيستلم من هنا عند معلول، عند محمد هنا، عند عبد المنعم، وبيستلم بكور اللي يكون فيها مثلا ايه كور ما بين الدفاع وما بين المدافع المهاجم، بيلتحم وبيضغط بقوه، فدي مهمه جدا لعبد المنعم وربيعه ولمحمد هاني ومعلول. الراجل ده مهم في هذه النقطه وده اللي بيبني عليه. تعال نشوف اللقطات، مش من هذا الموبايل التاني. ده كان طبعا ماتش صن داونز والترجي اللي كان في تونس. ده رودريجيز بينزل تحت المحطه دايما طول الوقت، وهو بيستلم ينزل ظهره للملعب، مش هو اللي بيروح بوشه في هذه الوضعيه، يستلم الراجل ده. في نفس الوقت يان ساس اللي هو الجناح البرازيلي الثاني اللي هو الاساسي على طول ثابت لفرقه الترجي، نزل تحت فتح له المساحه، اتحرك هو حطوا البينيه، ادي هدف. ده كان مباراه طبعا انا جايب لقطات كتيره ومن كذا مباراه، انا مش فاكر الصراحه دي مباراه في الدوري، جايب مباراه متنوعه. ده اللي نازل مين؟ ده اللي لابس له ازرق، ده رودريجيز. نفس اللقطه برضو عشان مين؟ ينساس برضو يتحرك، فنزل يستلم هو الكره كمحطه، في نفس الوقت بيتحرك هو، اوسع له الكوره خدها ينساس انفراد. بنفس الفكره دي مباراه صن داونز اللي كانت هناك في جنوب افريقيا، اتلعبت كره طوليه، رودريجيز هو المحطه، اتلعبت الكرة لرائد بوشنيبة، رجع التاني رودريجيز، بقى هو دايما الراجل اللي من تحت اللي بيطلع الناس، مش لازم بتلعب عليه بشكل مباشر، فدايما هتلاقي شغله بظهره للمرمى وظهره مدافعين وتحت في المنطقه دي. رائد بوشنيبة رودريجيز هو اللي طلع له الكوره، حطه قدام، شاط رائد بوشنيبة، سجل الهدف بتاع الترجي. كمان لقطه ده مباراه اسك موموزا هناك في كوت ديفوار، ده رودريجيز هو جاهز بنفس الوضعيه، هنكمل بسرعه، استلم بظهر على طول، فوت الكره حطها لزميله شبه انفراد، كان ممكن تكون هدف. كمان لقطه برضو من احد مباريات الدوري، ده برضو رودريجيز اللي الكره جايه له، ده بظهره بيستلم نفس الاستلامه، ريحها لزميله فسحب معاه اللاعب لعبها له تاني فراح عمل تصويبه واتسجلت هدف. مباراه اسك برضو نفس الكره برضو اتلعبت طوليه، اتلعبت على الارض، رودريجي بظهره برضه سحب اللعيبه، لف حطها لزميله، استلمها تاني عمل تصويبه، طول الوقت بيشتغل بالشكل. طبعا النقطه دي محتاجه حاجه مهمه جدا، رقم واحد المدافعين لازم هنا الضغط على، طبعا الراجل ده هينزل يستلم بظهره لازم يتقرف، يعني ما ينزلش يستلم مرتاح قلب الدفاع معاه
او حد نص لازم في ظهره، لان هو لو استلم مرتاح هو الخطوه اللي بعديها هو قوي بدنيا وجسمه ما شاء الله، فبيقدر يستفيد بالنقطه دي فما يستلمش. تاني نقطه ان المنطقه بنص ملعب والدفاع دي كل ما تضيق كل ما تخلي اللي بيسقط تنزل يستلم ما يعرفش، ودي النقطه اللي دايما مستمره عند الاهلي من اول الدوري الافريقي لغايه دوري الابطال، ان المنطقه دي بنص ملعب الدفاع وحشه. لما تضيقها هنا لما يستلم رودريجو ويحاول ينزل، لما يكون في رقم 6 او وسط الملعب مقرب منه ما بياخدش راحته انه ينزل يستلم ويعدل ويلف، بتبقى صعبه. لكن لما تسيب له مساحه كبيره يقدر ينزل يعمل النقطه دي. فمهمه جدا المنطقه دي بنص ملعب والدفاع تبقى ضيقه عشان تقدر تعمل الضغط بسرعه على رودريجيز قبل ما يقدر الترجي ان هو يستخدمه انه يكون كمحطه. دي نقطه مهمه جدا. طب العرضيات، حد يقول لي ايه عرضتي يا عم؟ ما خلاص واضحه، رودريجيز 190 سم عرضيات. طب ايه الجديد؟ لا مش زي ما انت متخيلها. انت متخيل عرضات في الهواء وبيلعب بدماغه، ده الطبيعي. لكن اللي بيحصل مش الطبيعي، ما بتلعبش فوق، بتلعب على الارض. ادي نشوف اللقطات برضو من 4 لقطات من 4 ماتشات مختلفه. من الطرف تعمل عرضيه، ده مين؟ رودريجيز. كرة على الارض دخل برجليه سجل. ولاحظ خد بالك كلها ايه؟ ملعوبه من الطرف لورا وهو جاي واخد الكوره. ماتش تاني ملعوب من الطرف ينساس، ده مين ده؟ رودريجيز. تحس انها نسخه من الثانيه على الارض لورا، دخل عمل تصويبه هدف. ده كان النجم الساحلي من الطرف الشمال، رودريجيز على الارض وهو جاي من ورا، صلحت ليه هوب حطها هدف. مباراه من مباراه الدوري من الطرف اليمين، ده اعتقد ينساس، لعبها رودريجيز اللي جاي من ورا حطها برجله، دي ما دخلتش، كانت دي جت جنب العارضه، فرصه خطيره واضحه جدا. العرضيات ما بتلعبش على رودريجيز تقليديه اللي هي في الهواء، كلها بتتلعب دايما على الارض والراجل جاي زي ما انت شايف، كلها بتلعب من قدام لورا ويجي كاسح برجليه. دي نقطه مهمه جدا، لان الطبيعي والمنطقي هتبقى انت قاعد كمدافع للاهلي انت مستني الكره في الهواء او مستني الكره عاليه، لازم تاخد بالك ان في لحظه هتلاقي رودريجيز ده قام ساحب نفسه لتحت كده ومستني العرضيه اللي بتلعب ورا قام جايب رجليه، واغلب الحاجات مسجلها برجليه، فتبقى مستعد ان هو ممكن يسقط لتحت او ممكن كان يبقى ساقط لتحت ويجي لك من ورا لقدام ياخد العرضيه، فما تبقاش بس تركيزك انك مستني العرضيات اللي في الهواء. دي نقطه مهمه جدا، لان احيانا الحاجات الحاجات الصغيره، الانماط اللي تلاقي فريق بيكررها اكتر من مره بيعرف يعملها، او الحاجات اللي بتبقى عكس المتوقع شويه ممكن تخدعك لو انت نازل حافظ حاجه معينه. ودي نقطه مهمه جدا. طب كمان بيعتمد على رودريجيز فكره المرتدات طبعا، اللي الترجي بيحب يلعب الجيم ده لو الخصم قدامه يجي عليه ويسيب له مساحاته، عشان كده الاهلي لازم ما يعملش النقطه دي. يعتمد رودريجيز، هو مش سريع قوي بس برجال واسع، فهو الراجل منطلق ويحدف عليه. بس مش دي بس النقطه، كمان نقطه ان في كذا لقطه ظهر ان مع المرتدات زي ما انت شايف كده مرتده اتلعبت طوليه رودريجيز، انه بيعمل ضغط على الخصوم وعلى المدافعين قوي وبيقدر يستخلص الكره، وحصل كذا مره. ادي اللقطه دي مثلا كان مدافع الحقها عمل ضغط عليه، ضغط بدني، قدر يستخلص منه الكوره سجل هدف. دي كانت مثلا في ماتش اسك ميموزا، كان اسك بيحضر هنا، ده رودريجيز دخل عليه ضغط عليه بقوه قطع منه الكوره، كانت انفراد. هنا انا افتكرت على طول عبد المنعم لان هو بتاع الحاجات دي، فلازم تعمل حسابك ان الراجل ده قوي، الراجل ده اللقطات دي بيعملها كتيره، الراجل ده في الضغط بيخش بقوته يضغط عليك، فالفزلكه امامه باللقطات عبد المنعم لا. رامي ربيعه كمان قلقان منه، رامي ربيعه احيانا فجاه تلاقيه مع التحام وهوبا وقع على الارض، او الراجل ده بيعمل الحاجات دي في الاطراف عادي. عند محمد هاني ومعلول طبعا عارفين عندهم مشاكل دفاعيه، فدي الحاجات اللي بتقلق شويه. فمهمه جدا يعني الترجي ما عندوش حلول كتيره، هي الحلول مرتبطه بالافكار والنقط المعاديه ممكن انت تقفلها، مفيش حلول كتيره. اغلب الشغل بخلاف ذلك تروح بقى لفكره العرضات العاديه اللي هي بتلعب في الهواء بشكل عادي من الطرفين، او بالاخص ممكن عند امين بن حميده الباك الشمال، او اسامه بجره الجناح الشمال برضه مميز فيها طبعا. وعندهم ينساس الجناح اليمين ده ثابت برازيلي، الشمال في حسام غشه وفي بوكيا لاعب افريقي، وفي اسامه بجره. هتلاقي الثلاثه بيبدلوا، بس ما بين حسام غشه واسامه بجره ده الاكتر. بوكيا راجل خفيف وسريع بس بيشتغل دايما كبديل بشكل كبير جدا يعني. اسامه بجره مميز في فكره العرضيات دي، فبتشتغل عرضيات محطه على رودريجيز، فكره مرتدات لو في مساحات شغل بهذا الشكل الطبيعي والتقليدي اللي اعتقد الاهلي لو واقف يعني حلو ممكن يقفل عليه. بالنسبه
بالنسبه لخط الدفاع عندهم طبعا قلبين الدفاع محمد امين توجاي وياسين مرياح طبعا معروفين جدا وبقالهم سنين ثابتين في هذا المكان. الباك الشمال بيلعب امين بن حميده، والباك اليمين محمد بن علي او رائد بوشنيبه، الاثنين بيلعبوا بيبدلوا مع بعض. طبعا اول ما نقول اسم ياسين مرياح ومحمد امين توجاي ده من ايام انا فاكر الزمالك لما كان بيلعب مع الترجي في افريقيا مع فريرة نفس القصه. الاثنين بيحبوا يبنوا لعب على الارض قوي، بتبني لعب على الارض والاثنين بيبقى عندهم مشاكل، وبالاخص عند ياسين مرياح الاعتماد بيبقى اكتر عليه في الخروج بالكوره. عندهم مشاكل لما تضغط وبتطلع حاجات كتيره جدا لسبب بسيط، وعلى فكره عندهم قدرات انهم بيطلعوا بالكوره بس ان هم تقال. يعني مثلا اديك مثال محمد عبد المنعم بيعمل حاجات بيهزر كتير بس هو خفيف، في حاجات كتيره بيعملها بلاوي بيرجع بخفته وسرعته بيقدر يصلحها. هنا بقى ياسين مريح او محمد امين توجاي ما عندهمش النقطه دي، فعشان كده نقطه مهمه جدا رقم واحد، وحتى انا فاكر قلتها لما وقت الزمالك لعب الترجي، سيبهم يستلموا. يعني ما تروحش تقفل عليهم وما يستلموش فيلعب كره طوليه فالكره تجيلك في نص ملعبك، لا لا لا، خليهم يستلموا، خلي الكره تبقى موجوده في نص ملعب الترجي واديله مساحه انه يستلم، ثم لما يستلم اضغط عليه. عشان لو انت منعته انه يستلم اصلا هتحرم نفسك من فكره الاستفاده. وانت عندك وسام ابو علي راجل في النقطه دي مميز جدا، بيلعب بقلب وسريع وبيضغط كويس ويعني عنده حيويه في النقطه دي، فانك تحاول تطلع اخطاء. ودي عندنا بعض الامثال منها، امثال ايه؟ بعض الامثله منها كانت كلها غالبا في ماتش اسك، لانه كان اكبر ماتش الترجي اتعرض لضغط فيه، وكان كل ما يتعرض ضغط مش عارف يطلع الكوره، ده كان مثال واضح وظهرت فيها بشكل اكتر ممكن من ماتشات تانية. ده مثلا ياسين مرياح راجل بدا يقرب منه يضغط عليه، ده يحصل ارتباكات دايما، فرجع الكوره رجعها له مزنوقه جدا فاضطر يحطها امان الله ما مش تطلع اوت. دي كوره تانية مع محمد امين توجاي ضغط الراجل عليه او بيضغط، المرونه عندهم والخفه صعبه جدا فاضطر يرجعها مزنوقه برضه، اضطر امان الله ما مش ان هو يرقص اللاعب وكانت تبقى خطيره. لقطه ثانيه ده ياسين مرياح والكره ملعوبه مضغوط عليه وعاوز يتصرف فيها، رجعها بدماغه طبعا كارثه، وكانت ممكن تكون هدف واضح جدا كان ممكن يخرج الترجي من البطوله. فدي نقطه مهمه جدا انك تلعب عليها. وطبعا الاهلي فكره العمق عند فكره الترجي، العمق عندهم زي ما قلنا حسام تقة او غيلان الشعلالي او روجر اهولو بيقفلوا العمق بشكل كبير تكتل، لكن منطقه الاطراف عند الاجنحه او عند الباكات بتقدر تحصل اختراقات هناك. فعشان كده الاهلي محتاج فكره امام عاشور والميل بتاعه اللي بيعمله عند الطرف مع حسين الشحات مثلا في الشمال وعلي معلول، وتخترق من الاطراف نقطه مهمه جدا وتقدر تستغلها اكتر من العمق اللي ممكن يكون متوقع يكون زحمه يكون مقفول جدا. التمريرات اللي بتعملها عكس الملعب اللي بيعملها امام عاشور من الطرف الشمال للطرف اليمين عند الاهلي للجناح ويقطع ورا الباك، دي من احد الحاجات المهمه جدا برضو اللي ممكن تعمل اختراقات. طبعا اخيرا امان الله مميش هو نقطه قوه طبعا كبيره للترجي زي ما كده مصطفى شوبير، وبيلعب بالكوره على الارض بشكل مميز جدا، واكيد من احد الحاجات اللي بتخلي في قوه للترجي في ارض الملعب. ده كل ما لدي عن مباراه الترجي والاهلي. وفي الاخر السؤال بالنسبه لك، مش هقول لك وسط الملعب، ده هقول لك الحاجه الاصعب، الاهلي رضا سليم بيرسيتاو حسين الشحات، محتاج 2 منهم يلعبوا اساسيين، تختار مين؟ اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وقبل اي حاجه خليها دايما في الشبكه.